هل ستكون لحوم الحمير والبغال حاضرة على موائد الجزائريين، خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل؟ شحال كيلو لحم الحمار خويا؟ 12 دينار. هذا ولا هذا وين راك؟ هذا في زوج تاع الحمار، هذا تاع الجيكو. سبحان الله يا خويا، بارك الله فيك. عنابه عنابه. ورا الراس تاع الحمار. يعيش خويا. بعيد عن تاريخ اليوم، وبالضبط في شهر ماي من العام الماضي كانت الحكومة قد أفرجت عن قائمة من 877 منتجا ممنوعا من الاستيراد، من ضمنها جميع أصناف اللحوم تقريبا، بما فيها لحوم البقر والأغنام والطيور، وهو ما يزيد من حيرة المواطن ولسان حاله يقول: لماذا تمنع هذه الأنواع ويسمح باستيراد تلك؟ والخوف كل الخوف من تكرار حالات بيع لحوم الحمير وتسويقها على أنها لحوم بقر.